السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل البانيه المشوي بطريقة سهلة جدا ومن غير فحم، والنتيجة بتاعته هايلة. وطبعا قدامكم شوفوا شكله عامل ازاي، حلو جدا. انا عندي هنا في الطبق ضربت في الخلاط طماطمايه وبصلايه صغيرة وقرن فلفل، وضربتهم كويس جدا بشوية مية وصفتهم، لان انا مش عايزة الالياف خالص، انا عايزة المية بتاعة الخضار، مش عايزة الالياف بتاعته. فاللي موجود في الطبق دلوقتي زيت المية بتاعة الخضار، والالياف كلها هستبعدها. وبعد كده هبدأ ان انا احط شوية صوصات وشوية حاجات كده تنكه المية دي. اول حاجة عندي هحط معلقة زيت نباتي، اي نوع زيت. وبعد كده هنحط بالترتيب كده الحاجات اللي انا هقول لكم عليها. ودي معلقة كاتشب كبيرة. الحاجات دي هتخلي البانيه طري قوي وطعمه حلو جدا. وطبعا خلينا متفقين، اي حاجة بتتبل لازم تخليها في التتبيلة شوية. دي معلقة باربيكيو. ودي معلقة دبس رمان. كل الحاجات اللي انا هحطها يعني معلقة اكل كاملة. انا بحط كده بالوين، بس انا يعني تقريبا حافظة المقدار. فانتي ايه، حطي معلقة اكل كاملة. ودي معلقة صويا صوص، ومعلقة خل. الحاجات دي هتخلي البانيه طعمه حلو جدا، جربوها مش تندموا، الطريقة بتاعتها حلوة قوي. ومعلقة ملح. وبعد كده هحط هنا بابريكا مدخنة. البابريكا المدخنة في الشوي بتبقى احلى واطعم من البابريكا العادية. وفلفل اسود وبهارات فراخ، شوية جنزبيل صغيرين، وشوية قرفة صغيرين. قلبي بقى كل الحاجات دي مع بعضها كده. الصوصات اللي انتي حطيتيها مع التوابل مع الملح مع الخل ومع الزيت، كل الحاجات دي حاجات هتطري البانيه وحاجات هتطعم البانيه وهتديله نكهة حلوة جدا، ريحة حلوة جدا. ما تستغنيش لو عندك كل الحاجات دي. ما تقوليش ايه لا مش لازم كذا، انا حطيت كذا. لا، لو عندك كل الحاجات دي يا ريت تحطيها. هي من كل حاجة فيهم هتاخدي معلقة بس. طبعا دلوقتي خلاص التتبيله جهزت، بس فايض ان انا اشوف طعم الملح بتاعها. فطبعا انتي دوقي الطعم بتاعها، لو لقيتي التتبيله متحيه او مش محتاجه ملح يبقى كده تمام. رص الفراخ زي ما انا بعمل كده، لقيتيها محتاجه اكتر من معلقه ملح حط لها. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، اي حاجه بتتبل كل ما هتسيبيها في التتبيله كل ما الطعم بتاعها يبقى احلى. فانتي وكيفك بقى، يعني ممكن تعمليها قبلها بيوم وتكوني هتعملي الاكله بالليل الصبح. هنا اي جريل، اي طاسه تيفال، اي حاجه كده، اي طاسه ليمونيا كمان تنفع، اللي موجود عندك هينفع. سخنيه كويس وبعد كده حطي فيها معلقه زيت وانزلي، ولما تسخن كويس انزلي بالفراخ زي ما انت شايفه كده. ما وطيش النار عشان انا مش عايزه الفراخ تنزل الميه بتاعتها، انا عايزاها الميه اللي فيها اصلا تتبخر عشان عايزاها تاخد لون. الطريقه بتاعتها سهله قوي يا جماعه، وتقدري تعملي معاها رز، وتقدري تعملي معاها تاكليها بعيش او مكرونه، يعني تقدري ان انت تعمليها جنب اكلات كتير. وطبعا للناس اللي عامله دايت او الناس اللي عندها سكر، ولا اللي هي ما بتحبش تقلل، اللي بتقلل الدهون، الطريقه دي حلوه جدا والطعم حكايه. بصوا بقى، في بعد شويه كده بتلاقي الطاسه في حاجات سودا ظهرت فيها كده، دي من الشوي. وطبعا دي التوابل، دي التتبيله بتاعتنا. فامسحي، حركي البانيه كده بايديكي عشان ياخد اللون اللون الاسود هيديكي ايه شكل الشوي، وهيديكي طعم التتبيله وهي مشعوطه شويه كده.
لو هتلاحظوا هتلاقوني بعمل بالشوكة بحرك البانيهاية قبل ما اقلبها عشان تاخد اللون اللي موجود في الطاسة. هنا بقى عندي عيش شامي، فرحت مغطية بيه البانيه كده عشان ياخد طعم الشوي بتاعه وياخد طعم التوابل بتاعه. فالطريقة دي حلوة جدا، جربوها برضو، تنفع مع اي نوع عيش. وبعد كده هتطلعي بقى كل البانيه. بصوا اللون الاسود اللي انا بقول لكم عليه دوت، ده ريحته حلوه جدا. جربوا الطريقه دي يا جماعه، مش هتبطلوا تعملوا البانيه بالطريقه ديت. شايفين؟ ترصي بقى كل البانيه كده اهوت. طريقته حلوه وسهله جدا، اي حد هيعرف يعملها. والتوابل اللي احنا حطيناها والصوصات اللي احنا حطيناها مدياله طعم وريحه هايل. بصوا، سيبي البانيهايه شويه والنار عاليه عشان تاخد اللون اللي انا قلتلك عليه، وحركي البانيهايه قبل ما تقلبيها علشان تاخد اللون اللي انا قلتلك عليه. والعيش حطيته تاني، هحطه في السيرفيس من تحت، وبعد كده هحط عليه الفراخ. طلع الفراخ، بصوا اللون ده طعمه تحفه. هتطلعي بقى كل الفراخ فوق العيش اللي احنا عاملينه ده. وبعدين تقدري تعملي معاها سلطه طحينه، تقدري تعملي معاها سلطه خضراء، تقدري تقدمي جنبها مايونيز، تعملي معاها بطاطس محمره، تعملي معاها رز، تعملي معاها مكرونه. يعني تقدري تحطيها جنب اكلات كتيره جدا. بصوا الشكل يا جماعه حلو جدا، العيش كان طعمه احلى من الفراخ كمان. بصوا، يلا بقى اعملوا البانيه بالطريقه بتاعتي ديت، وان شاء الله هتعجبكم. ومع الف سلامه، وقابلكم في فيديو جديد.